يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهاردة ألذ وأطعم سابليه فرنسي هتدوقوه في حياتكم، وهنقدمها النهاردة بطريقة سهلة وخفيفة وأشكال مختلفة وأشكال أحلى من بعض، حاجات كده زي سواري صغيرة كده. معايا 6 كوبايات إلا ربع دقيق منخول متعدد الاستخدامات، معايا كوب وربع سكر بودرة، معايا بيضتين بحرارة الغرفة، كوبايتين زبدة بحرارة الغرفة، ومعايا رشة ملح ورشة فانيليا. لو مركزة هتبقى رشة صغيرة خالص على طرف المعلقة، ومعايا رشة الملح. يلا نبتدي مع بعض ونقول بسم الله. هنجيب بولة فاضية وانزل بالسكر. طب السكر معايا قد ايه؟ معايا كوباية وربع سكر بودرة منخول، ولازم السكر يتنخل عشان لو موجود اي تكتلات. وبعدها انزل بالزبدة. الزبدة 500 جرام او نص كيلو او كوبايتين، لو هتحسبوها بالجرام او بالكوبايات هتبقى كوبايتين، لو بالجرام هتبقى 500 جرام. تمام، هكتب لكم ده وده في صندوق الوصف. وابتدي اضربهم حلو قوي بالمضرب الكهرباء، مفيش مضرب كهرباء، بالمضرب اليدوي العادي خالص. وابتدي اجيب الحراف عشان كله يختلط مع بعض زي ما احنا شايفين كده. واول لونها ما تفتحي معايا ابتدي انزل باول بيضة، والبيض معايا لازم يكون بحرارة الغرفة. هبتدي انزل ببيضة بيضة واضرب لحد ما تختفي خالص معايا، ابتدي انزل بالبيضة اللي بعدها. مفيش اسهل من كده خالص. شايفين احنا بنضرب ازاي؟ لازم تختفي خالص معايا البيضة، وبعد ما تختفي ابتدي انزل بالبيضة التانية. واهم حاجة كل فترة ابتدي اجيب الحراف معايا. تمام، اهم حاجة عندي الحراف لازم كلها تتجاب اول باول عشان بتبقى فيها زبدة لوحدها او فيها مش بتبقى مختلطة حلو، فنزليها خليها تتضرب حلو قوي مع الباقي زي ما احنا شايفين كده. كل فترة هاتي اللي على الحراف وابتدي اضربي حلو قوي، وبعد كده هبتدي انزل باخر بيضة. تمام، وعشان نضيع زفرة البيض لازم انزل بالفانيليا. لو مركزة هتبقى بطرف المعلقة، حاجة خفيفة خالص. لو اللي هي العادية يبقى معلقة صغيرة فانيليا. تمام، وابتدي اخلط تاني حلو قوي لحد ما كله يختلط مع بعض، والخليط معايا لونه يفتح ويبقى زي الفوم كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام، شايفينه كريمي ازاي؟ هبتدي انزل الخليط اللي احنا ضربناه مع بعض على الدقيق. طب الدقيق اللي معايا قد ايه؟ 6 كوبايات الا ربع. تمام، يعني 750 جرام. وانزل بالخليط واحدة واحدة على الدقيق كده زي ما احنا شايفين، وبعدها على طول رشة الملح على الدقيق. يبقى احنا عملنا ايه؟ حطينا الزبدة والسكر يتضربوا مع بعض حلو قوي. بعد ما اللون افتح معانا وبقى زي الفل هنبتدي ننزل بالبيض واحدة واحدة، وبعدها على طول رشة الفانيليا عشان تضيع لي زفرة البيض، واقلبهم حلو قوي. وبعد كده انزل الدقيق معايا، بعدها انزل برشة الملح واعجن باطراف صوابعي، مش عجين عشان ما تعملش عرق معايا، يعني باطراف صوابعي بس بخلط كله على بعض مش اكتر من كده. وتبقى معايا العجينة بالشكل ده، عجينة طرية لينة ناعمة معايا، مش محتاجة اي حاجة خالص. لو يعني احتاجت معاكي هتبقى معلقة دقيق واحدة بس قبل ما تحطي معلقة الدقيق روحي اغسلي ايدك الاول، وبعد كده اعجنيها تاني عشان كل ما ايدك بتسخن كل ما العجينة بتسيح معاكي، فتحسي ان هي ايه؟ طرية محتاجة دقيق، وهي ما بتبقاش محتاجة، هي مجرد بس سخونية الجسم هي اللي مسخناه او هي اللي مسيحة العجينة. فاهمين الفكرة؟ وهعجن فيها بأطراف صوابعي حلوة قوي ولحد ما توصل معايا للقوام ده، عجينة طرية لينة مش ناقصها أي حاجة خالص، لا دقيق ولا زبدة. هبتدي اخد جزء من العجين وافرده على الرخامة بالشكل ده. في ناس بتحب تحط ورقة الزبدة، انا ما بحبش احط ورقة زبدة. ليه؟ عشان ورقة الزبدة ما تمتصش الزبدة اللي فيها، انا مش عايزة كده، انا عايزة تحتفظ بكل المكونات اللي فيها. هبتدي على مفرش سيليكون افرده، وكيس بلاستيك من فوق خالص او استرتش او اي حاجة، وابتدي افردها بالنشابة زي ما احنا شايفين كده. السمك ما يبقاش تخين ولا رفيع خالص عشان ما تنشفش، تبقى وسط، ولا تبقى تخينة عشان ما تبقاش معجنة من جوه. الحلو في العجينة ان هي سهلة الفرد، يعني مجرد ما بمشي النشابة عليها هي بتتفرد وبتبقى طرية وجميلة زي ما احنا شايفين كده.
اسويها حلوة قوي، والعجينة معايا تكون وسط، مش عايزين سمكها يكون تخين ولا رفيع. وبعدها ببتدي اشيل المفرش البلاستيك اللي احنا حاطينه، وابتدي اجيب اشكال السابليه زي ما احنا شايفين كده. اي شكل عندي ابتدي اشكل بيها، ان شاء الله لو ما عنديش خالص بالسكينه وابتدي اعمل اشكال. اهم حاجه واحنا بنشكل تبقى الاشكال عندي زوجي، يبقوا 2 عشان بلزقهم على بعض، يبقوا 2 مع بعض. تمام، يعني ما اعملش من الشكل الواحد بس فردي. وابتدي اشيل الزيادات اللي على الحراف زي ما احنا شايفين كده بسكينه البسبوسه اللي معايا ديت، ابتدي ارفع بيها، يعني الماده الدهنيه اللي فيها حلوه قوي. وابتدي ارص على صينيه مش مدهونه خالص ولا فيها اي حاجه، هو السابليه جاهز فيه زبدته وفيه كل حاجه زي ما احنا شايفين كده. عمل حوالي 4 صواني من الصينيه اللي احنا شايفين. وكانت الرصه معايا بالشكل ده. هخلص باقي الكميه زي ما احنا ماشيين كده وارجع لكم تاني. وكانت معايا طالعه بالشكل ده، وهبتدي ادخلها الفرن لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي الحلو اللي احنا شايفينه ده. واهم حاجه ما نطولش عليها في الفرن وما تغمقوهاش اكتر من كده عشان ما تمررش معاكم. لازم تطلع اللون اللي هو الذهبي او الوردي الهادي ده زي ما احنا شايفينه ده. وعملت معايا كميه محترمه جدا، يعني تنفع لو انتوا عايزين تعملوا مشروع او حاجه، هتعمل معاكم حلو قوي. وما تنسوش الكميه دي كلها عامله معايا اقل من كيلو دقيق، وفي الاخر تطلع معايا بالشكل التحفه ده. ريحه طعم خرافه، والله احسن من الجاهز 1000 مره. يكفي انك تقدري تعملي حاجه نظيفه احسن 1000 مره من الجاهز. عندك مناسبه، جايلك ضيوف، انت رايحه لحد، دي من الهدايا الحلوه قوي اللي هتشرفك. حاجه تحفه، بس زينيها حلوه قوي وسلفينيها حلو، وابتدي خديها معاكي وانت رايحه. وبعد كده ابتدي ازينها بالشوكولاته الدارك، الشوكولاته البيضاء، والتزيين الخفيف بتاعنا. وبنسيح الشوكولاتات اللي معانا على حمام مائي وشويه زيت ومعلقتين لبن، ونقلبهم كويس قوي، وننزل السابليه ونرفعه. عايزين نلزقهم بالشوكولاته تمام، عايزين نلزقهم بالمربى بالنوتيلا، انت وراحتك. وفي الاخر رشه سوداني من فوق، كريز ورد جوري، انت وراحتك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وصحه وعافيه للي يجربها. واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.